إذن أعزائي المشاهدين، في أولى اللقاءات هنا من مدينة الملك عبد العزيز في الشرايع، معي الآن الأستاذ علي القرشي، نائب مدير الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومدير هذه البطولة، بطولة المملكة العربية السعودية لكرة الطاولة الخاصة بالإعاقة الحركية. بداية أستاذ علي، ما انطباعاتك عن هذه البطولة؟ طبعا احنا نتشرف يعني ان نستضيف من هذه البطولات، طبعا لانها تخدم الفئات الخاصه والفئات المعززين على قلوبنا كثير، وسعداء جدا ان نستضيف هذه البطوله في مكه المكرمه. نشاهد يعني طبعا المستويات المشرفه، وطبعا نحضر نرى في بطوله اسمها ابطال المملكه وابطال طبعا على مستوى المناطق. طبعا مكة المكرمة يعني لنا مشاركات، وهذه أول مشاركة تقريبا المركز يمكن ينظم هالبطولة هذه خلاف البطولات الأخرى. ربما مشاركة يعني من مختلف المناطق، هو أولا تجمع رياضي كمناسبة رياضية، ثانية ممكن يكون تجمع لقاء بين الأشقاء في مختلف مناطق المملكة. طبعا هذه من ضمن الخطة المعمولة للاتحاد السعودي لرياضة الدولة الخاصة واللجنة السعودية للشؤون الأولمبية، وطبعا هذا برنامج يعني معتمد من الرئاسة العامة للشباب، ينفذ في كل عام. السنة هذه طبعا كانت لنا شرف استضافة البطولة في المملكة، وكان قبل البطولة كانت البطولة اللي هي المناطق اللي الدور الثاني، وتأهل عندنا هم 5 لاعبين، وإن شاء الله نتأمل أن نحقق بها شيء. ماذا عن مستوى مكة من ناحية التنظيم وناحية الأداء بالنسبة لأداء اللاعبين؟ والله التنظيم احنا طبعا ما نقدر يعني نتكلم، يعني احنا الناس يعني احنا تحت النقد الآن، يعني نحاول قدر الإمكان أن نعمل شيء، وإن شاء الله نكون التنظيم عند حسن ظن الجميع صراحة، سواء المسؤولين في الرئاسة العامة للشباب والاتحاد السعودي أو في طبعا من قبل المشاركين اللي هم لاعبين وحكام. ما شاء الله طبعا مكة يعني ما أقدر أقول لك إن احنا يعني مستوانا يعني يوصل يعني طبعا تركيزنا في ألعاب أخرى طبعا العدد الموجود اللي هم ذوي الخاصة العدد محدود، يجبرنا على أن نشارك في عدة ألعاب مثلا أو نعتذر عن ألعاب. فمن ضمنها طبعا احنا ما ودنا طبعا نفوت الفرصة اللي هي زي كرة تنس الطاولة، ما ودنا نفوت الفرصة دي، فعشان كذا احنا شاركنا نحاول قدر الإمكان نحقق مستوى. طبعا ان هذا نهدف ان نحاول ان يكون في هناك تعريف الألعاب الموجودة والتعريف للأخوان مثلا يعني مكة، إنه في مكة في مركز يبذل جهد، ونحاول قدر الإمكان أن نحاول أن يعني يكون استفادة من قبل الأخوان في مكة اللي عندهم مقدرة مالية يعني يساعدون المركز النهوض وخدمة أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ماذا بعد هذه البطولة اللاعبين راح يفوزوا في هذه النهاية؟ طبعا هذه في طبعا وفي بعد يكون مثلا يكون في اختيار لأفضل، إذا كان في مشاركات على مستوى الخليج أو مستوى الآسيوي أو مستوى العالمي، فهم يختاروا منها لأن حسب النتائج اللي قدموها الشباب اللي هم الآن اللي يقدموا مستويات كويسة في هذا، فأعتقد فرصتهم الآن اللي هو ما قدر إنه ينافس وما قدر إنه يطلع قبل كذا، ففرصته الآن إنه يقدم مستوى يصير إن شاء الله له حظوظ كبيرة. كان فهمت من كلامك إنه المراكز تحتاج إلى دعم من أصحاب الأموال والشخصيات الكبيرة، هذه رسالة ممكن توجهها من خلال الشبكة الإعلامية لرجال الأعمال. والله هذا احنا نتأمله كثير صراحة، لأنه هذا باب خير يعني، وهذا اللي بيرى زي ما انتم تشاهدون الآن يعني فئة تحتاج إلى دعم. طبعا هم بيبذلوا جهدهم، عندهم طموح، عندهم إصرار، يحققوا نتائج، ولكن ينقص هذا الشيء إنه الدعم يعني يكاد لا يذكر في الأمور هذه. في ناس طبعا احنا ما نفكر بالدعم هذا، في فئات أخرى ما
يعني ما وصلت يعني للمستوى اللي انك انت انها تشارك بسبب ايش؟ يمكن بعض نظرة المجتمع او نفس الاهل يعني يخشون عليهم انه يجي مثلا يشارك في بطولة وكذا يحصل له شيء. لكن اللي يجي يشوف المشاهد ويشوف قدام هذا الشيء بالعكس، احنا في عندي عينات موجودة كانت اول ما جاب يعني مستحيل انك تاخذ منه حرف واحد من الخجل اللي فيها، يعني يكون خجول جدا. لكن بعد فترة يعني حسيت انه صار هناك اندماج يعني حتى مع المجتمع يعني بعكس ما كان اجتماع. كانت من اول الفئة كانت فيها نوع من الانغلاق يعني. انغلاق على بعضهم يعني ما تحصلهم يعني في اجتماع مع الأسوياء. الآن الحمد لله يعني عندنا اللي لاحظت انه فيه يعني فيه اندماج بشكل يعني غير طبيعي. والسبب انه ايش؟ هي الرياضه، لانك انت الان تشارك في مكه مثلا، تشارك مثلا في جده، وتشارك في المدينه، وتشارك في الرياض والشرقيه والجنوبيه والشماليه. فهذه بتعطيك يعني تعطي اللي هو الروح الخاصه نوع من عمليه ايش؟ الجو الاجتماعي واللي هو بيساعده على انه يعني يخرج من الوضع اللي كان فيه اول، اللي هو الانغلاق على نفسه من البيت مثلا للمدرسه او من البيت للعمل، او انه ما يخرج مره ثانيه. هذه كانت فرصه كبيره لهم، والان فرصه نتمنى ان يكون اللي عنده من هالنوعيات مثلا عنده اعاقه بالشكل هذا يعني نتمنى انه يجينا بمكه هنا في مدينه المكتبه الرياضيه. عندنا موجود مركز برج الصالح صالة حديد يساعدون، وبرضه هو يساعدنا اكثر كمان ان احنا نبرز ونقدم نتائج لمكه، ومكه تستاهل منا كل خير. شكرا لك اذا الاستاذ علي، ويعطيك العافيه وان شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذا الدور. هذا الشيء نتمناه.